لأجلكم، لأجل السنة في العراق، لأجل السنة في بغداد. لا يمكن أن نترك أهلنا لهؤلاء الغوغائيين، لا يمكن أن نترك أهلنا لهؤلاء الغوغائيين، لهؤلاء الغوغائيين. لا تطلعون صندوق انتخابات ورئيس وزراء تاخذوه من عندي، احنا نجيبه. السنة. نعم. هيك بأريحية، نتحدثها بشكل واضح وصريح. احنا جايين ننتزع السلطة من عندهم، احنا كرة ثلج، وهاي كرة الثلج انطلقت وبعد ما يقدرون يعني يواجهوها. كل ما عليهم ان ينتظرون شو وقت نلتهمهم. نحن ابتهجنا بانتهاء الهلال الإيراني الصفوي في السنة. بعد التغيير في سوريا يشعرون في أعماقهم صار عندهم ظهر عقائدي، صار عندهم ظهر ربما يفزع لهم. أحمد الشرع هو صدام حسين الجديد، وصدام الحي الآن هو الذي يحكم سوريا. الجماعة كانوا رايحين صار لهم كذا 40 50 إلى آخر سنة يدورون المهدي المنتظر، طلع لهم أحمد الشرع. العراق يحكم من قبل الشيعة الفرس. أنا ذكرتها في يوم من الأيام، يجي يوم إنه الشيعة يندمون لأنه جتهم فرصة وما عرفوا يحكموا، بس ينتهي حكمهم يحلم أي شيء بعد يستلم سلطة بالعراق. ونحن مقبلون على تحرير كامل شامل للعراق بإذن الله تعالى. سوف لن يجدوا لهم جحور يدخلون فيها بإذن الله، هم في لحظة المذبح بإذن الله تعالى. لا ترحموا بعثي يجي قدامكم على الإطلاق. تدرون ليش؟ لأن احنا مقررين إذا لزمنا الحكم مرة ثانية لحمكم راح نسويه باسترما. أوف 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 والله العظيم.